لو كنت بقى في اي مكان او صادفك فنجان قهوه ده، سواء وانت قاعد على قهوه او في بن اشتريته، ارميه في اقرب حوض عندك او اقرب باسكت هيقابلك على طول. وتعالى وانا اقول لك ليه. خدت معلقتين بن من البرازيلي اللي هو اقل الانواع وش وقوام، ماشي، وحطيت عليهم اقل من ربع معلقه كربوناتو. هو ده الكربوناتو اللي شبه السكر، ده السكر المطحون على طول، تمام. وبعدين حطيت ميه ساقعه تلج علشان ابقى عملت فنجان قهوه بكل الخواص بتاعته زي ما بنعمله في الطبيعي، تمام. اول ما حطيت الميه اديته تقليبه قبل ما انزله على النار، تمام. اول ما حطيته على الرماله البن ما جلاش، ما كملش 30 ثانيه بالظبط وبدا يفور مني، تمام. فنزلت الوش الاولاني وقلت بقى ايه، هعمله زي القهوه العاديه بالظبط واحط الوش التاني، ماشي. فاول ما حطيت الوش التاني نزلت على طول. اول ما نزلت قلت اسيبه يغلي يمكن يقل الوش بتاعه شويه، تمام، ونشوفه في الاخر هيبقى عامل ازاي، تمام. فلو قابلك وش حاجه زي ديت، يا ريت ان انت تتخلص منها بكل سهوله. ولو انت ما تعرفش، فانا قلت كتير قوي ازاي تعرف القهوه المضروبه من القهوه السليمه. وتعالى بقى نشوف كده بعد ما نزلت بقت عامله ازاي. يا نهار ابيض، يعني بص حاجه كده اسوأ مما تتخيل، انت فاهم؟ حاجه كلها وش وكلها قوام، فما فيش اصلا نوع بن مهما كان هو ايه يقدر يعمل وش والقوام ده، علشان ما حدش يضحك عليه ويقول لك ده